مش انا شرير؟ اقول لكم كلمتين وهطلع شرير فيهم بجد، بس الكلمتين دول الهدف منهم ان احافظ على العيال. كل شويه قبل الفيديو كنت عمال بقول ايه؟ اللي راح وتعب ورجع. يعني ايه؟ وبنقول يا جماعه هو راح، فلما راح تعب، جاب من هناك فجه فقعد بيهم فقعد له 15 يوم على ما يبتدي وينفع يروح تاني. ايه اللي انا بهيس فيه ده يا جدعان؟ بص يا عم اياد، بص يا حاجه، بص يا بنتي، بص يا ابني. العيال الصغيرين رقم واحد بيبقوا عاملين كده زيهم زي السفنجة، ملقاط بيلقطوا اي ميكروب في الجو في اليومين اللي احنا موجودين فيهم بتاع تغيير الفصول، والعيال الصغيره بتكتئب وبتتعب وبتهبط ومناعتها بتنزل فالدنيا بتبوظ. فبنقول ان العيل الصغير اول ما هيروح الحضانه وهو سليم معافى وجميل وزي الفل، لا نزولته الصبحيه هتتعبه، ولا الجو الساعه بتاع الصبح، ولا النزول في الهواء الساقع، ولا ركوبه العربيه، ولا اي حاجه. ولكن بقى في حاجات في النص كده. رقم واحد، وهو نازل ركب الباص مقفول، قعد جنب عيل كانت مناخيره مرشحه او مخرخره، لقط منه البرد حلو كده، والباص متقفل وخايفين عليهم من الجو الساقع، فراح واخد بقى راح رايح على المدرسه، عدا كل اللي موجودين في الفصل، فكل العيال الغلابه اتبهدلوا. اتنين، العيل الصغير اللي كان عنده دور سخونية وامه خلصت الاعتيادي بتاعها وابوه ما ينفعش ياخد اجازة او هو قاعد في السعودية ومش عارفين نجيبه. حلو الكلام. فتلاقي العيل الصغير اول ما نزل وهو تعبان مامته راحت مودياه، سواء كان ودته الحضانه اول ما قعد مع العيال الصغيرين، دور البرد لسه في اوله، ام العيال صهينت ونامت في الخط واستخبت وراحت مودياه. دخل من هنا قعد مع عيل والتاني بعد ساعه ولا ساعتين بعد ما كان عدا كل العيال، وهوبا لقينا العيال لقطت ايه؟ لقطت السخونيه وكلهم اتبهدلوا. فالعيل بينزل بخيره وراح رايح، ده ادى خيره بالزياده لكل العيال، فالعيال لقطوا واختلفت الفقرات ولا اختلفت التأثيرات اللي جت على العيال، من اول دور برد لدور رشح لحاجه مسقطه على الزور، فحاجه تعمل التهاب حلق، يا تنزل في البطن تعمل نزله معويه، يا تنزل على الصدر اسمها تستمر وتوصل للصدر فتعمل نزله شعبيه، يا اما السخونيه، يا اما حبه هربس، يا اما العيل يتعب، يا اما يفرهد خالص. ونكمل بقيه الكلام. خدوا بالكم من موضوع التطعيمات اللي موجودة للفترات اللي موجودة معانا. يعني ايه؟ لو جابولك او جابولك الورقة بتاعة هل توافق على ان طفلك ياخد مطعوم الحمى الشوكية حقنة في الكتف مع بداية كل مرحلة، اديها له. ما عرفتش، باختصار خالص، الميناكترا والنايمنريكس ممكن يتاخد، والحقنه دي ما بتحرقش وما بتوجعش، وبتتاخد الحقنه في الكتف، واحنا كنا واخدينها قبل ذلك واحنا طالعين العمره، واللي بنعطيها للاطفال ما قبل السنتين باختلاف الاعمار بالنسبه لهم. فاسال دكتورك على الميناكترا او النايمنريكس علشان خاطر ياخدوا الجرعات بتاعتهم من جرعتين لثلاثه، فرق من شهرين لثلاثه على حسب نوع الحقن. ده بتاع الحمى الشوكيه. هي الحمى الشوكيه بتعمل ايه يا دكتور؟ لا، بتعمل تشنجات وبتعمل نزيف وبتعمل فشل كلى وبتعمل فشل على المخ وبتعمل ده حاجات كتير قوي، سواء نظر وسمع، وربنا يعافي الجميع ويسترها عليكم. تطعيم الانفلونزا الفيروسي اللي بيسبب او الانفلونزا الفيروسي اللي بيتسبب في اعراض شديده زيها زي الاعراض بتاعه الكورونا، من سخونيه لتكسير للكلام ده كله. فبنقول اعطي لطفلك التطعيمات بتاعته. العيال الصغيرين وهم في دخله المدارس بياخدوا الاوميجا، فيتامين د ما بيتوقفش، الانيميا بنعالجها، الاكل الصحي بنحاول نظبطه، تقللوا له الحاجه المتحمره والمقليات، ونحاول ان احنا نسقيهم ميه كتير وياكلوا الحاجات لو عسل بليمون لو هم كبار، ونقلل السكريات قدر الامكان عشان خاطر العيال تبقى صحيحه، والزنك من شهر لثلاث شهور علشان خاطر كلنا عندنا نقص زنك. ارجع تاني الموضوع، اصل هو راح ما كانش عنده حاجه، لا حماده اللي قاعد جنبه سواء كان في الحضانه فعطس جنبه مسك ايده على ما ظهر عليه، روحنا البيت تعب 15 يوم، تاني يوم سخن، رحنا وديناه للدكتور، الدكتور قال عنده هربس، بعدها بيومين قال لا ده عنده اللوز، بعدين الاتنين خد فيهم حقن. وكلمه حقن دي انا بمنعها نهائيا، ومحدش يجي يقول لي اصل احنا بنعمل اختبار الحساسيه. اختبار الحساسيه اللي هو ايه؟ اللي هو سامع وبيقلد وهو مش فاهم هو بيقلد ايه وليه. ليه؟ لان ببساطه جدا موضوع اختبارات الحساسيه اللي موجوده بالنسبه للاطفال وبيتعمل بس ليه حقنه انهي حقنه يا اولاد؟ انا عارف الناس هتتخانق معايا، اللي هي بتتعمل لحقن الطويل المفعول ولها شروط، والحقن التانية موضوع الاخدان والحساسيه والكلام ده كله هحاول اجيب لكم المصدر العلمي انها اساسا ولا كانكم بتعملوا اي حاجه. موضوع الاحمرار اللي بزياده ده ممكن يبقى رياكشن وممكن يبقى رد فعل للجسم منها، وممكن يبقى بيتحسس من مكان اعطاء الحقنه بغض النظر ان هو بيتحسس منها ولا لا، وممكن يبقى ما بيتحسسش منها ويجي ياخدها تاني مره يتعب منها. فدايما بنقول لحضراتكم بلاش حقن يا جماعه. المضاد الحيوي والشراب ما كانش اشتكى وما كانش قال لكم لا وما ينفعش. تاني، العيل الصغير اخواته واحد راح فيهم المدرسه فقاعد جنب الباب، فكل 5 دقايق الباب اوضه الفصل او الفصل يتقفل، فالاوضه تحرر لان فيها 10 و20 و30 عيل،
الأوضة تحرر، يجي يتفتح باب الفصل، يدخل هوا ساقع، العيل الصف اللي جنب الباب كلهم ياخدوا لفعة برد، يفرهدوا، يتعبوا، يسخنوا، يروحوا بيتهم، ينقلوا لأمهاتهم، وينقلوا لهم لعيالهم، وينقلوا لهم لإخواتهم، يجي العيال يتبهدلوا. فبقينا بنقول يا جماعة حاولوا تكسروا الدايرة اللي بنلف فيها حوالين نفسنا. رقم واحد، اللي عنده سخونية في البيت يتعزل وما ينزلش، اللي عنده سخونية ما ينزلش المدرسة، اللي عنده السخونية يقعد في بيته يرتاح، اللي عنده سخونية وهو رايح يكشف يخلي الدكتور يكتب له روشتة ويقول ان هو يحتاج رعايه لمده اسبوع ويحتاج راحه، والكلام ده يتودى للاخصائيه عشان خاطر العيل يرتاح. باكد عليك، لو عيل عندك عنده خرخره وترشيح من مناخيره، او لقيته واخد المنديل وعمال بيعمل كده، او لقيته بيعطس كتير، او عامل نوتيفيكيشن عطس، تعمل حسابك انك ما تقعدش جنبه. ده رقم واحد. الفصل حرر، ما تروحش تاني يوم. عيل جنبك لقيته بيهرش، لقيته عرقان بزياده، ولقيته مهبط، لقيته سخن، لقيته تعبان، لقيته بيقولك انا مش قادر، ولقيته نايم طول الوقت والكلام ده كله، ما تقعدش جنبه وخد لك مكان. ما عرفتش قول الاخصائيه يا مس الفلان الفلاني تعبان، قالت لك ان هو مش تعبان وروح اجري يلا واقعد والكلام ده كله، خلاص خد بعضك وما تروحش تاني يوم لحد ما فلان ده يخف. خد بالك، خد بالك. العسل بالليمون كل يوم الصبحيه، فص التوم اذا كان صحيح او متقطع او مفروم ومحطوط في وسط الاكل يكون احسن عشان خاطر يحافظ على يحافظ على مناعه البني ادمين. شرب الميه، الشوربه، امنعوا السكريات، امنعوا الحلويات قدر الامكان. بالنسبه للعيال، راح وهو عنده بدايه جدري، فامه راحت قايله ايه؟ ما عنديش اجازه روح. بكرر الكلام من تاني. فعندنا الجدري، عندنا الانفلونزا، عندنا النزلات المعويه، عندنا السخونيه، عندنا الارتكاريه، عندنا حاجات كتيره. ولكن الحاجتين اللي ممكن اقول لحضراتكم نزلوا عيالكم فيها لما يبقى عيلك، حاجه الوحيده اللي تنفع ينزل بيها المدرسه اللي هو عنده حساسيه الانف او حساسيه الصدر، اللي بياخد البخاخات، ده غير معدي، وما غير ذلك معدي. ونحافظ على عيالنا، وخدوا بالكم وما تنزلوش العيال المدرسه لو هم عيانين. خلي العيال هنا عصام، وهنزل اهش الكلاب واجي لكم تاني في فيديو جاي. سلام عليكم.